يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون. يا صباح الخير على احلى اخوات في الدنيا، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. معاكم علا، وان شاء الله النهارده بقى جايه لكم فيديو جديد وروتين جديد، روتين كده تحفيزي وتشجيعي. اتمنى يعجبكم ان شاء الله وتستفادوا من الفيديو ولو بحاجه صغيره. فانت بقى لو لسه جديده معايا واول مره تشوفيني ولقيتي يعني القناه بتستفادي منها، اتمنى كده تنوريني وتشرفيني. كمان عايزاكم تدعموني باللايك، لان اللايك هو الدعم بتاعي، وبجد اكتر حاجه بشوف الفيديو عليه لايكات كتير بحس ان انتوا فعلا شايفين ان الفيديو كويس وبتستفادوا منه والمحتوى كويس. واهم حاجه ان انا عايزه اقدم محتوى، يعني بجد يا بنات عايزه يعني الفيديو يبقى قيم او ان انتوا تستفيدوا منه ولو بشيء صغير. مش شرط ان انا انزل فيديو خلاص، لا، ببقى بجد ببقى مركزه جدا ان تطلعوا من الفيديو ده ولو بشيء صغير كده تستفادوا منه. فاتمنى كده تدعميني باللايك الجميل بتاعك، وكمان وكملي جميلك بقى وحطي لي كده كومنت حلو عشان حتى اشكرك على اللايك بتاعك. فتعالوا بقى نبدا يومنا كده. طبعا اللي متابعني من زمان عارف ان انا لما نقوم الصبح كده لازم بفتح الشقه كلها. التهويه يا بنات بتفرق جدا جدا. كنت لسه تقريبا من حوالي يومين كده شايفه واحده كانت بتشتكي يعني على جروب كده على الفيسبوك، ان في كل هي بتمسح وبتمسح بكلور وبتمسح كل يوم وكده، والشقة بتاعتها برضو ليها ريحة كده غريبة. فده بيكون بسبب يا بنات عدم التهوية. فالتهوية ده بتكون اكتر حاجة مفيدة للبيت بجد. حتى لو انت مسحتي، حتى لو انت كنستي من غير ما بتهوي ال يعني الجو العام في البيت بيبقى ليه ريحة كمكمة كده، وبيبقى ريحة يعني مش محبوبة. فكل ده بيروح بان انت تهوي. عايزة التهوية الصح بتبقى التهوية بتاعة الصبح، اللي هو الصبح بدري، يعني الساعة 8 الساعة 9 كده. ده بقى بيبقى احلى وقت للتهوية. ديكي كده هوا، عارفة هوا الصبح كده خاصة في الشتاء بيبقى هوا كده عامل زي النسيم. بجد بيبقى حلو. بيبقى لسه بقى الناس يعني ايه، الشارع مش زحمة، الهوا بيبقى صافي شوية عن الهوا العادي. طبعا بنيجي كده للساعة 1 الظهر وبنقفل. يعني بنحاول كده ان ايه، نقفل الشقة علشان خاطر الساعة 1 دي بتبقى بقى خلاص الناس بقى ايه كتير بقى في الشارع، والهوا هيجيلك بتراب كتير. فبدل للأسف ما انتي بتهوي علشان يعني بتجددي هوا والدنيا بتبقى كويسة، فبتقلب للضد ويعني ايه، والتراب بيدخل كتير. زي ما انتم شايفين كده يا بنات، انا كنت اخدت النسكافيه بتاعي بتاع الصبح وقعدت شويه بتوع الصبح الحلوين دول، اللي هو الجزء الاقيم في يومي كله في البيت. بجد بيبقى احسن وقت بجد في وجهة نظري. هو الوقت اللي انا ببقى قاعده فيه كده مع نفسي الصبح بصراحه. فكنت خلصت كده واستعنت بالله كده، قلت ما ابدا يومي بقى. ببدا يومي طبعا بشغل دوره غساله، دورة غسيل يعني. يعني بحس ان انا بشيل من على حملي بتاع اليوم حاجة. يعني خلاص الغسالة هتفصل، هي كل الحكاية ساعة ساعة ونص، وبعد كده هروح انشر وكده يبقى خلصت من بند في الصبح بدري خالص. يعني بند مهم جدا اللي هو بند الغسيل، خاصة في الشتاء. انتوا عارفين بقى ايه المعاناة بتاعتي اللي متابعني، يعني انا مجيليش الشمس خالص في البيت، فالهدوم بتبقى يعني بتاخد وقت وكده. شغلت الغسالة. يعني حاولت كده ببقى وانا قاعده يا بنات، بحاول كده انظم انا هعمل ايه. يعني اخلص القعده بتاعتي او النسكافيه بتاعي وكده، وهقوم مثلا ادخل مثلا اشغل على دوره غسيل. هظبط الاوضه الوقت خلاص اتهوت شويه حلوين. فهبدا ان انا اظبطها. يعني ببقى ايه بحاول كده وانا قاعده ان انا اظبط اموري، فبالتالي هتظبطي وقتك وهتنظمي المهام بتاعتك اللي انت هتعمليها في يوم. بس كنت عايزة ارد بس على متابعة جميلة كتبت لي كده كومنت الفيديو اللي فات. بصوا هم تعليقين جايين كده ايه ورا بعض.
فحد بيقول لي ايه الكلام ده كله، وفي واحدة بعديها على طول كتبت لي كويس ان صوتك رجع على الفيديو، فكده احسن، وانت صوتك زي مربوحة. مربوحة اللي هي كانت في الكبير قوي. طيب، انا بصراحة يا بنات انا مش عارفة، يعني انا معاكي، يعني انت كاتبالي ايه الكلام ده كله؟ طيب يعني انا بحاول اتكلم زي ما انتوا عايزين، يعني انتوا في الاول وفي الاخر انا بعمل الفيديو ده ليكوا، ان انا اشجعكم وان انا احفزكم، وانتوا حسيت ان انتوا حابين ان انا صوتي يرجع على الفيديو تاني، فعشان كده رجعت الصوت، فبتكلم معاكم. يعني انا مش عارفه انا كنت بقول ايه بصراحه في الفيديو، فهي كاتبالي ايه الكلام ده كله. ف بصي، انا متفقه معاكي 100%. انا مش بحب الكلام الكتير، انا اصلا في طبيعتي، يعني في حياتي الخاصه والعامه وكل حاجه، يعني انا مش بتكلم كتير، ومعروف عني اصلا ان انا مش بتكلم، يعني ممكن اقعد مع حد انا ما بتكلمش. وعايزه اقول لكم ان انا اصلا كان نفسي افتح القناه دي من زمان. طبعا بس اللي كان بيخليني متردده حته الكلام، ان انا هتكلم على الفيديو كتير. فبصراحة انا اصلا ما فيهاش حتة ان انا بتكلم كتير دي، يعني بس انا مضطرة، انا مش حابة على فكرة ان انا بتكلم كتير في الفيديو. انا كان نفسي الفيديوهات بتاعتي تبقى صامتة على فكرة. بس بالنسبة يعني لمصر، او هنا اليوتيوب استحالة ان انتي حد يعني يتابعك او كده من غير ما تتكلمي، او ان انت بتتطرقي المواضيع وكده. انا بحاول بقدر الامكان ان انا بقلل في كلامي، وان انا بتكلم في حاجات في الروتين نفسه، يعني مش بخرج بره الموضوع، عشان خاطر انا مش عايزه افتي في حاجه. يعني انا بشوف ناس بتفتي لحد التعامل مع المراهقين والمش عارفه ايه، وتتعاملي ازاي مع حماتك، وتتعاملي ازاي مع سلفتك مفيش خالص الكلام ده كله، وانا مش هعرف اتكلم اصلا الكلام ده. فانا بحاول ان انا بلخص، بشرح بس في الفيديو، بديكوا روحي في الفيديو. وانا بقول الروتين، بشرح الروتين اللي انا بعمله ده اخري بصراحة، يعني مش هعرف اتكلم في اكتر من كده. او تجربتي مثلا مع حاجة مع اولادي هتكلم فيها، عملت حاجة، فبشرح لكم وصفة اكل او وصفة حلو. ده اخري بصراحة، يعني انا مش بعرف اتكلم في امور تانية خالص. ف... فبصراحة الكومنتين جم ورا بعض، فانا مش عارفة يعني صوتي بقى اقلل الكلام، ولا انت كويس ان انت صوتك رجع على الفيديو. فبصراحة احترت. بس هو في الاخر، في الاول وفي الاخر، انا مش هعرف ارضي الجميع. يعني في ناس هتحب ان انا صوتي يبقى على الفيديو بتكلم كده، وفي ناس يعني بيحبوا يعني الهدوء، وبيحبوا فعلا. على فكرة انا من الناس دي، يعني اغلب الفيديوهات اللي انا بحب اتابعها بتبقى صامتة على فكرة، مفيش فيها كلام خالص. بس انا حاولت اعمل اصلا اللون ده، بس يعني هو في مصر عندنا يعني اللون ده مش محبوب قوي يعني. فانا وانا بصراحة بدأت من الاول خالص بتكلم، فالمفروض ان انا احترم القناة واحترم المتابع اللي هو دخلي، وعشان كده ضغط اشتراك واشترك عندي وكده. فبصراحة الفترة اللي انا كنت نزلت فيها فيديوهات بموسيقى بس ومن غير صوتي، الفترة دي انا كنت بفكر، يعني هي كانت غصب عني من ناحية، ومن ناحية تانية انا برضو كنت عمالة افكر، طيب الناس اللي عندي هم دخلولي وانا بتكلم، فممكن ما يحبوش حاجة زي كده، او آه، ف فانت ازاي هتغيري؟ يعني انتوا عارفين ان اصلا الفيديوهات اللي هي من غير صوت دي بيبقى طريقة تصويرها مختلف، والمونتاج بتاعها مختلف، وكل حاجة مختلفة على فكرة. ف... فانا بعتذرلك لو كنت جبتلك صداع، وانا متاسفه فعلا بجد، لان انا عارفه ان انا متفقه معاكي 100%، لان انا زيك كده بالظبط، انا مش بحب الكلام الكتير. ف بس غيرك بقى، يعني الاغلبيه حابب ان انا اتكلم، فانا بتكلم احتراما للناس دي، و... وانتي على راسي، ويعني واسفه ان انا يعني بطول في الكلام، او ان انا بتكلم كتير، بس بجد بجد ببقى حابه مثلا اقول لكم معلومه، وصفه عايزه اقول لكم تفاصيلها بالكامل، عشان لو حبيتوا تجربوها تطلع معاكم كويسه، وتعملوها يعني بيرفكت، يعني حلو، وتعجب اللي هيدوقها عندكم في البيت. فبضطر ان انا بتكلم بديكوا روحي، لان انا تقريبا انا مش بظهر كمان يعني. فصوتي على الاقل لازم يبقى يكون على الفيديو.
يعني هي دي خلاص وجهة نظري اللي انا كده قعدت بيني وبين نفسي واقتنعت بيها. فطبعا انا بعتذرلك تاني و... ومش هتكلم كتير. انا والله بحاول ان انا اختصر، بس هو فيديو الروتين بيبقى طويل فبضطر ان انا اتكلم اصلا. مش يعني هو الفيديو قال لي فيديو بيبقى 15 دقيقة او 17 دقيقة او كده يعني. فبضطر ان انا اتكلم علشان خاطر ان انت حتى وانت بتتفرجي يعني ممكن تلفت نظرك لمعلومة انا بعملها مثلا، ممكن تستفيدي منها عندك في البيت. في الوصفة برضو يعني في تكات كده ببقى عايزة اقولها لك. يعني في الفيديوهات اللي انا كنت بنزلها وبكتب الخطوات بجد بيبقى جوايا حاجات عايزة اقولها لكم ومش عارفة. يعني انتوا في احاسيس كده وحاجات انت صعب جدا ان انت تحولي احاسيسك لكلام. بجد بجد يعني انا جربت الموضوع ده، فكان صعب قوي ان انا احول الاحساس اللي انا حاساه والكلام اللي انا عايزة اقوله لكتابة كده على شاشة مجرد ان انت بتكتبيها. فيا بنات انا والله احترت في الموضوع ده. بس كل القنوات اللي هي بتاعت الروتين المصرية بتتكلم، انا عارفة بتتكلم، وفي ناس في ناس كتير يعني مش بيتكلموا حتى في هم بيعملوا ايه، هم بيتكلموا في مواضيع بس هم يعني يمكن ربنا عطلهم آه، ميزة، يعني ان هم بيعرفوا يتكلموا بيفتحوا في مواضيع او كده. بس انا للاسف في حياتي بقول لكم اللي هي حياتي بقى يعني العائلية وكده، انا اصلا قليلة الكلام يعني مش بتكلم خالص. يعني ممكن اقعد في قعدة كده وما بفتحش بقي اصلا، انتوا فاهمين. ف يلا خير بقى، طولنا في النقطة دي وسيبنا الروتين كده. انا كنت بس يا بنات سبت المطبخ المفروض انا بعمله في اول يعني اول مهامي بعملها في البيت هي المطبخ. ما بخرجش الشقة اعمل فيها حاجة غير ما المطبخ يكون تمام. بس بصراحة انا كنت ناوية افضي الغسالة بتاعة الاطباق واملاها، فعشان كده سبته يعني، لان انا كده كده مش هقف اغسل كل ده. فعشان كده كنت سبته يعني. تعالوا بقى بينا نعمل وصفة النهاردة، وصفة بقى حلوة جدا جدا جدا. دي يا بنات فطاير كده بعجينة الفطير، بس هتعجبكم قوي ان شاء الله. بصوا بقى، انا عندي 3 كوبايات ونص من الدقيق، عليهم كده ربع معلقة كده من الملح، ونص معلقة صغيرة من السكر، ونص معلقة من البيكنج باودر. يعني ايه نص معلقة صغيرة بس ممسوحة خالص. وكمان ايه اللي هي الخميرة العادية تحطي منها بصي اقل من ربع المعلقة، يعني حاجة كده ذرة بسيطة كده. ليه بقى يا بنات؟ طبعا كل ده هتحطيها، اقول لكم دلوقتي هتحطوا كل المكونات دي على الدقيق وهتقلبها كويس قوي، وبعد كده بتنزلي على بميه عاديه خالص من الحنفيه كده وبتعجنيها. وزي ما انت شايفه كده انا بكورها بس لازم تغطيها كويس بالدقيق عشان ما تكونش ايه قشره معاكي، ولازم تغطيها كويس قوي. طبعا انا بجيب صينيه كده وبحط عليها الدقيق وبحط عليها العجين وبغطيها كويس بفوطه، وبعد كده بدخلها التلاجة بتقعد حوالي نص ساعه. طيب بصوا بقى يا بنات، انا بقى بحط الخميره ليه مع ان دي عجينه فطير والبيكنج باودر؟ بصوا الخميره بتخلي العجينه معاكي بتاعه الفطير طريه جدا جدا، عمره ما هينشف معاكي. كمان البيكنج باودر بيخليه برضو خفيف وبيورق وبيعمل لك طبقات حلوه قوي. فما تخافيش، يعني هتقولي ده عجينة فطير ومش بتحط فيها خميرة، لا والله العظيم جربوا بس وهتدعولي. لان انا كمان ده نص كيلو، يعني 3 كوبايات ونص من الدقيق، حط عليهم يا دوب عايزة اقول لكم اقل من ربع المعلقة. حاجة بس كده بتخلي العجينة معاكي طرية كده وبجد بتفرق جدا، بتفرق جدا جدا لو ما استخدمتيش الخميرة. انا على فكرة كنت شفتها في قناة مطبخنا اليمني تقريبا على اليوتيوب، وبجد من يوم ما جربتها يعني حطيت الخميرة كده في عجينة الفطير وبجد حاجة تانية خالص. يعني فعلا فعلا كانت الشيف دي ممتازة قوي، انا جربت منها حاجات كتير وكانت حلوة قوي. فبجد يعني الحاجة اللي انا بجربها وبلاقيها كويسة فانا بقول لكم عليها. فبجد وانتي بتعملي عجينة الفطير كده حطي بس اقل من ربع المعلقه، يعني هي كانت حاطه ربع معلقه على الكيلو دقيق، فاهميني؟ فشوفي بقى اقسمي انت ربع المعلقه دي على النص الكيلو دقيق. فطبعا حلوه قوي يعني. فالفطاير دي برضو حلوه، انا على فكره هي تعتبر فطير برضو
بتتباع كده عند الدمياطي، بس بتبقى طويله عامله زي السندوتش كده. بس انا حبيت كده ايه اغير من شكلها للولاد كده، فعملتها بالطريقه دي. هي سهله قوي. انا طبعا كنت اليوم ده حشيتها كده لحمه متعصجه وحطيت عليها فلفل. انت ممكن تزودي جبنه وممكن تزودي حاجات كتير براحتك بقى. ممكن طماطم، بس انا بصراحه مش بحب يعني ايه احط الطماطم قوي في الفطير، خاصه لو هلفه كده. اكتفيت يعني بالفلفل بس. وممكن تحطي على فكره شبت وبقدونس، بس حاجه بسيطه كده بتديكي بقى تيست كده ايه خرافي بقى بصراحه. بس يبقوا فريش طبعا. فبدأت بقى يا بنات كده افرد العجين بشوية زبدة، وحط عليهم كده ايه معلقتين من الزيت على النار. سيحتهم بقى وبفرد فيهم، بدهن الزيت كده على الرخام زي ما انتم شايفين، وبفرد في العجينة بدهنها الزبدة كده من فوق وبين الطبقات يعني بس. وبفرد زي ما انتم شايفين كده في الفيديو وبلف. وانتوا ممكن كمان تعمليها عادي، ممكن تعمليها مدورة. هتشوفوا دلوقتي انا كنت عامله واحده مدوره ساده. فبجد الطريقه دي حلوه اول للفطير يا بنات. اتمنى كده ان انتوا تجربوها. طيب قولي لي بقى، الرخامه بتاعتي صغيره ومش هعرف ان انا اعمل الفطير. انا عايزه اقولك الفطير لو انت عايزاه مورق قوي، اول حاجه عارفه الكره اللي احنا بنعملها من العجينه اللي في الاول دي، ما تكبريهاش، خليها صغيره. وكمان الصينيه اللي انت هتحطي فيها الفطير تتخبز تبقى كبيره. وتفردي بقى الفطيره قوي، هتطلع معاكي رقيقه ومورقه وحلوه قوي. انما لو انت الصينيه اللي انت استخدمتيها اصلا تخينه، قصدي سوري صغيره، وحجم الفطيره نفسها كبيره، تطلع معاكي تخينه. فاهم حاجه، اهم حتى من الكره الاولانيه، هي الصينيه اللي انت هتعملي فيها. طبعا انا كنت خلصت، وكنت رشيت كمان على الوش كده شويه سمسم. دي يا بنات اللي هي الساده، شوفوا كمان منفوخه ازاي. فبصراحه حلوه قوي. بتدخلها طبعا الفرن على اعلى درجه من تحت، وبعد كده تديها وش من فوق. فبجد يعني اتمنى ان انتوا تجربوها، حلوه قوي. انا تقريبا الفطير والبيتزا يا بنات انا ما بشتريهمش ابدا من بره، الحمد لله بعملهم حلوه جدا زي ما انتوا شايفين. بتبقى وجبه غدا حلوه قوي، جنب شويه بطاطس بقى وشويه خضار كده وكوبايه عصير كده لولادك. ويعني بصي فرحيهم كده ودفي بيتك. وان شاء الله الوصفه دي تجربوها وتعجبكم، واشوفكم ان شاء الله في الفيديو الجاي، والسلام عليكم.